المكان قول 4 ساعات علشان الاوردر ينزل. هل يستاهل بقى الضجة دي كلها؟ فروج ابو العبد مطعم لبناني عامل ضجة بقاله فترة في مصر وقبلها في دول الخليج بعد اكتر من 150 فرع حوالين العالم. ده كان افتتاح فرع الشارع. الفرع كان زحمة بشكل هستيري وده زود عندي الفضول، هو الاكل يستاهل الزحمة دي؟ وبما ان الناس القريبين مني عارفين اني بحب الاكل بكل تفاصيله وبحب اجرب، ما كانش ينفع افوت فرصة زي دي. المهم الاوردر بتاعنا كان كالاتي: فروج مشوي مع رز، ورق عنب، وجبة كباب دجاج، و4 ملفوف، مسحب، شيش طاووق، كباب لحم، وكباب دجاج. وبما انه مطعم لبناني فمش هفوت على نفسي فرصة السلطات. طلبنا الفتوش والتبولة وحمص متبل دي اللي هي بابا غنوج. ونزل مع الاكل صوصين سيجنتشر، واحد سبايسي والتاني كان الصوص الوردي اللي مشهورين بيه. وطلبت الاكل كله عادي مش سبايسي علشان اقدر احكم على الطعم. واقترحوا علينا نجرب مع الاكل لبن عيران وعصير برتقال. بصراحة انا ما كنتش متوقع ان بعد التجربة دي هبقى مبسوط، بالذات بعد ما استنينا الوقت ده كله. بس كل حاجة كانت مظبوطة على الشعرة، من اول ورق العنب والسلطات للفروج والملفوف. وده لان كل حاجة عندهم بتتعمل على الفحم. الفراخ نظيفة جدا والتتبيلة واضحة، والملفوف خارج من على الفحم مقرمش. واكتر ملفوف عجبني فيهم كان الشيش والمسحب. وطبعا عصير البرتقال معشوق الجماهير كان ملوش حل. لكن لبن العيران بصراحة ما كانش ذوقي. اجمالي تجربة الاكل كانت حلوة جدا، وبصراحة هجربه تاني وتالت ورابع. اكتبولي في الكومنتات لو جربتوا فروج ابو العبد قبل كده ايه اكتر حاجة عجبتكم عنده، واكتبولي برضو لو عايزين نجرب اماكن تانية. انا اكلت اكل. انا مصطفى بسيوني ودي كانت اول حلقة من سلسلة هناكل فين النهاردة.